اهلا اختي، اهلا وسهلا بيك في مكتب المحامي استئناف حاكم. اختي شنو مشكلتك ويا زوجك؟ والله اخوي استئناف، انا جاي ارفع دعوة طلاق على زوجي المصخم محيسن الفيتر. اسمه الكامل اختي، اسمه الثلاثي. اسمه الثلاثي محيسن الفيتر الوسخ. اختي اسمه الثلاثي، شنو محيسن الفيتر؟ اكو واحد اسمه ابو الفيتر، اسمه الثلاثي الحقيقي يا اختي. هاي انت وياه فيتر وسخ، بس اسمه الثلاثي انا اريده حتى اسوي الدعوه اكتبها. ليش بس انت اسم ابوك حاكم وانت استئناف؟ محيسن صقر شعواط. اها، محسن صقر شعواط، تمام. لا قبضت القضية يا اميرة، اذا من البداية تمدح بي محسن شلون راح نربح القضية؟ يعني شكتب للقاضي محسن ابو الوسخ؟ اختي هاي محكمه. ايه محكمة. اي طبعا محكمه، غير دعوه طلاق لازم تنكتب بالفصحى وبالترتيب حتى ترفع للقاضي. دي يلا هسه شلون احنا نظل نتعارك على اسم محيسين؟ طلقني من عده وخلصني، وطلع حافي القدمين، اريد البيت والجهال كلهم الي، ويطلع حافي القدمين حتى يرقص على الدهن. الله يكون بعونك يا اخويا يا محسن، الله يكون بعونك. شلون؟ شقلت؟ لا لا، اقول الله يكون بعونه لان راح يفقدك. اقول شلون راح يعيش حياته بدونك؟ يطب 1000 مرض، خلي يشوف مرارة الفراق، متعافى علي الوسخ. ها اي صحيح. زين شنو الاسباب؟ يعني شكتب بالقضيه شنو الاسباب الطلاق؟ والله يجيني كله وصاخ وريحته دهن، وفوق كل هذا لسانه يخط بالقاع وطلايب ومشاكل، فوق ما قابله بيه مهتلف ووسخ وكل شي ما عنده يقومني بطلابه ويقعدنا بمشكله. ها، يأتيها كله قاذرات ورائحته رائحة زيت محترق ولسانه يخط في الأرض. أختي شنو هاي؟ انتو تحكين صدق تشاقين؟ لازم قضية مقنعة. شنو كل ريحة دهن وقاذورات؟ هذا مو حكي منطقي. لازم قضية مقنعة حتى أقنع بها القاضي. ماكو هيك أسباب. مثلا قضية المقنعة نقنع بها القاضي، مثلا يضربك، ما ينطيش حقوق الزوجية، ما ينطيش مصرف. هاي اسباب مقنعه، بس مال ريحته ماكو هيك شيء. ترى يضربني هي هاي العايزه، غير اقطع ايده. يا ستار يا ربي. اقول لك استاذ استئناف، اشو انت تدافع له؟ اخاف مصلح سيارتك يمه ببلاش. لا والله وين اعرفه المسكين، بس حتى ارفع قضيه تقنع المحكمه لازم اكون سبب مقنع. زين انا وين القى هيك سبب مقنع؟ لان انت لا ضاربك ولا مقصر وياك بواجباتي. زين شو اقول؟ يعني انت جاي تسالني الي اني وين اعرف؟ غير انت محامي واسمك استئناف ومخلي لك وراك قبان مال بقال، غير هاي عملك لازم انت تلقى لي سبب. انا شو معرفني بهاي القضايا؟ والله يا اخت اميره هو اكو امل، بس صغير، اكو بصيص امل. نقدر نقنع القاضي نقول ريحته معفنه ويسبب لها حساسيه، هذه احتمال تنجح وياني. فراح اكتب ارفع القضيه هيك وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. اي والله ريحته تقتل تخنق، ريحه دهن محترق على قاس، وتصير الغرفه حسبالك مولده ما الشارع ريحتها. ها تمام، روحي انتي واني راح اكتب القضيه وارفع حق القاضي وان شاء الله خير. يا اهلا وسهلا باستاذ محسن. استاذ محسن اطمئن، انا عرفت من مصادر خاصه ان زوجتك اميره البارحه رفع عليك القضيه، يعني قدامنا وقت طويل، واني تعرف بي محامي مخضرم وقديم من كانت المحكمه مال قصب، هي وقت لفد واحد محامي شاب صغير، يمكن هاي ثاني قضيه يلزمها الوثائقي، فاطمئن ما يقدر علي، صدقني ما يقدر. استاذ وكيل انا ادري بكل الزين انت محامي قدها وقدود وقديم على قولتك، وهذا ولد شاب، بس اني متخوف من عدها، اخاف تطلع لي بقضيه لوفه يمنى يسرى وفعلا طلعني ايد ورا ويد قدام. يا معود هاي لسانه وما تنقدر، انسان هي قص الحديد، واني طول عمري عشت وياها بمأساة بأذية بتعب. يقول متزوج لي رجال، ورجال خشن بعد مو رجال عادي.
الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. انا عرفت من مصادرنا الخاصه، ترى احنا مخترقينها مطمئن. عرفت انه هي رافعه عليك دعوه على اساس انت بيك ريحه غاز تجيها يعني مبهذل ووسخ. انا جاي اشم ريحه غاز يعني، بس مو كلش قويه، ما تخلي ذبان يعني هي بالغرفه، بس مع ذلك نبقى عادلين عادي عادي. المهم، فاني راح ارفع عليها قضيه بنفس المساله، راح اطعنهم منين ما يطعنوني، بس اردها لهم قويه ان شاء الله، واني اطلعها مفلسه من عندك صدقني. والله يا استاذ دعوه، يعني شو اسوي بيا ريحه مال الغاز؟ هذا عملي، حتى اوكلها هي وجهالها من غير الاكل اللي تبوقه وتحمله لامها. يعني شو اسوي؟ هذا عملي، والعمل مو عيب. بس انا متخوف، لان هذا المحامي صح هو صغير بس يقول عليه شاطر، واني كل املي بيك استاذ دعوه تطلعنا معدها مثل الشعره من العجين. لا لا اطمئن استاذ محسن، محامي شنو شاطر؟ ولد شاب البارحه اجى هذا، انا مقطحن على ايدي القضايا، بس انت حرك ايدك ولاعب جيبك عدل وشوف اني شو اسوي. تريده وللطلبه اني حاضر بيه، لا تفكر بالفلوس، بس المهم اشوف اميره تطلع حافيه من هاي السالفه. هذا الحكي اللي يفرح، اهم شيء تلاعب ايدك زين. وبعد اوصيك وصايه، قبل يوم الاستئناف اريدك تسبح سبحه زينه، تنقع روحك فد ساعتين بنفط، وبعدين بمي وتايت، وبعدين تنقع نفسك 3 ساعات بشامبو، وراها تشتري لك عطر من هذا الاصلي، وترش نفسك من رجليك لراسك، تخلص العطر كله عليك. اريدك من تدخل قاعه القاضي يشم ريحه عطر يفوح من عنده، والباقي خليه عليه كله سهل. تمام، ولو العيد بعد ما جاي، بس مع ذلك راح التزم بالوصيه مالتك. اسبح بنفط وراها بشامبو ورش عطر من رجلي لراسي، ما عندي مشكله، بس كنت تتاكد 100% الاستئناف باكر. اخاف مو اسبح وماكو استئناف، حرامات. لا لا اطمئن، ما خليك تسبح ببلاش، اطمئن. لمن ما اتاكد يلا خابرك كل شو لا تسبح ببلاش. عموما انت روح هسه وانتظر من عندي مكالمه، من اقول لك سوي اللي قلت لك عليه، هذا اتفقنا عليه، وراها خلي الباقي عليه. سهلا اخت اميره، اهلا وسهلا بيك، تفضلي. شو تفضل؟ اشوف كل شو ما مسوي، صار لي شهر رايحه جايه، يمتى تخلص من هاي السالفه؟ يوميا باكر اشوف، طولت الشغله ترى حيل طولت. اختي انطيني مجال، يعني انا ايش بيدي؟ الدعوه رفعتها ويم القاضي، لمن ما يستدعونا نروح لهم، اخو ما اقول القاضي والله الاخت اميره مستعجله. ايش اسوي يا استئناف؟ انا يوميا رايحه جايه، وانت ولا مسوي شيء، قاعد على الميز وكل شيء ماكو، واني ظاله محسن ابو الوسخ قاعد بالبيت، واني ظاله عند اهلي متبهذل يخدمون علي. اختي مو بيد الموضوع، القضيه بيد القاضي. شنو قاعد على الميز؟ يعني ترديني اقمص فوق الميز لو اطبق سيراميك مال القضيه مالتك؟ هو انا عملي اقعد على الميز؟ طبعا انطينا مجال، من يستدعون المحكمه نروح انا وياك وكل شيء سهل ان شاء الله. والله شكلك واحد لباخ وكل شيء ماكو، ننتظر ونشوف تاليتها وياك والله ويا محسن شلون. اني لباخ؟ رحم الله والديك، ما يخالف. هسه شوفي اللباخ شو راح يسوي، روحي واني اخابرك، ما يخالف. ها بنيتي بشري، شنو مسوي المحامي؟ صخم، شو مصخم المحامي؟ هذا واحد لباق وكل فايده ما بي، بس يحكي صار له ساعه دوخني، انا وسهله ومحاوله استئناف ومحكمه وكل شيء ماكو، كذاب علس الفلوس وكل شيء ماكو. انطيه مجال بنيتي، انطيه مجال شويه، ترى ما صار له هوايه، هاي تقريبا 4 ايام القضيه بيده، انطيه مجال وخلينا نشوف تاليتها. هو يا بابا انطيه مجال، انت ابرد من عنده بعد، شو انطيه مجال يا بابا؟ انا متهجوله، لا شايفه جهالي، لا قاعده ببيتي، ومحسن يلعب بالبيت براحته، والله اذا ما اهجوله بالمحاكم ما ارتاح. هذا المحامي يمكن يومين واروح له واخذ فلوسي من عنده والعب بيه طوبه، فضيحه بالمحكمه. بابا ما قلت غير الله يصلح النفوس، بس بنيتي على كيفك ويا العالم، هسه انت كلتيني انا ابوش كلتيني بريشات، وكلت المحامي، الله يساعد زوجك محسن، تدرين هو كيف اذا يطلق حتى يخلص من لسانك كأنه من شاري قص، ما يصير يا بنتي هيك، شوي احكي ويا الناس بادب واخلاق، يا بابا مو انت وانثى، والانثى لازم تكون عاطفيه حنونه، ما يصير هيك يا ويحكي تاكلينه اكيد، هسه انت رجال خب مو رجال. انتم كلكم ضدي، حتى انت بابا قلبت علي، سويتني رجال وسويتني مو عاطفيه، يعني شو مسويت ليه؟ هو محسن كله وسخ ومخربط وكل الناس تعرفه، انه انا سويتني ظالمتي، سويت الضحيه جلاد. اشكرك بابا اشكرك، تتركني بحالي وانا والمحامي،
اطلعوا من عندها انتم، اطلعوا انتم من زمان طالعين من عندها وتفرجون عليه. يا بنتي وانت شو وقت ماخذ الرأي؟ بس انا جاي انصحك، بابا احكي ويا الناس بأدب وبأخلاق وبهدوء، يعني صدقيني زوجك لو معاملته معامله طيبه ما كان نوصل للمرحله هاي المرحله وصلنا لها هسه، احنا بالمحاكم ورايحين وجايين وطلاق وقدام الناس زحمه. بعدين بابا متطلقين شنو تاليتك؟ قاعدين بالبيت شو تحصلين؟ خدتي من عند البيت شلون تاليتها؟ الاطفال من يربيهم؟ يا بنيتي انا جاي انصح وما قلت غير الله يصلح النفوس. اهو بابا هسه عرفت شنو السالفه، انت تفكر بالمصاري، حسبالك اخذ من عندك فلوس. لا بابا لا، هسه تعين اشوف لي شغله وظيفه وانا اصرف على جهالي، لا تخاف لا تخاف. بابا يا مصارف الله يخليك تشنج امك تحكين بس بالفلوس، مو هذا قصدي انا، انت بنيتي انت وجهالك احطكم على راسي، بس انا قصدي انطي مجال شويه ركضتي المحاكم من هسه، يجوز تصفي النفوس وترجعين لزوجك، بعدين تشتغلين هسه انت وين مشتغله متوظفه وياهم متوظف وياه ولاقي له وظيفه يا بنتي. عموما انا ما اقول غير الله كريم الله يصلح النفوس ان شاء الله، بنتي انت تمشين على هواك، تاليتها مو زينه. تاليتها اقتل محيسن واطبخه واوزع لحمه للكلاب، هاي تاليتها نشوف. لا هاي هي عافيه بارك الله بيك، طبخي ووزعي للكلاب ويذبوك بالسجن وننفضح قدام العالم، هي هاي تاليتها. وتقولي ليش يعوفك؟ بابا شو القضيه الله يخليك، وش ماخذه؟ شقي رباع مال حديد، وين الانوثه؟ وين العاطفه؟ اقتله اذبحه اصلخه، هاي شنو الحكي هذا؟ بابا بسوي اللي يعجبي سوي اللي يعجبك، انا بعد مالي شغل، مليت من الحكي هذا، حكي ما جاي يفيد. شنو هذا العطر الطيب؟ ما شاء الله، هذا العطر اليك لو اليوم مبخرين القاعه. لا على سياده القاضي، هذا العطر الي مو مبخرين الغرفه، انا يوميا استعمل عطر الشكل، هوايتي العطور. فمن اسبح يعني انا اسبح يوميا 5 مرات 6، كل ساعه استخدم عطر الشكل، فهالمره ويا ما سبحت وجيت المحكمه استعملت عطر فرنسي، يعني هسه من راح اطلع منها راح اسبح استعمل عطر ايطالي، وهكذا على ما 5 مرات 6 مرات اسبح وابدل العطور. عجيب، بس الاوراق اللي قدامي تقول غير شكل، يقولون على اساس انت القضيه اللي رافعينها عليك انه انت معفن ورائحتك الكريهه تسبب حساسيه لزوجتك وهي طالبه الطلاق على هذا الاثر او على هاي المشكله، بس انا جاي اشوفك مرتب ونظيف ومعطر، دوختنا هاي القضيه والله. ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، شو هالصوت وين ما تروح، مره تسويني معفن ومره تسويني مخبط ومره تسويني بجيبي براغي، يعني ما اعرف ليش يجي تسوي وياي، جاني فقير وماشي وياها عدل، والله لو اجيها سكران واصيح بالباب اغلط عليها كان احترمتني وحبتني، بس هي هاي النسوان اللي يمشي وياهن عدل يظل يلعبن عليه، واللي يمشي وياهن مخربط يظل يحبن ويموتن عليه. هسه انت مو اختنقت من العطر مالتي من قد ما ريحته قويه، هاي انا كلها جدوم معطر، بس هي هاي كلها دعوه باطله، تريد تطلقني وتطلعني ايد ورا بالقدام. اي والله بالفعل عطرك جميل ورائع، وبلوزك بعد اروع واجمل، واللي جاي اشوفه غير اللي مكتوب. أنا راح أجل قضيتك وراح أستدعي زوجتك وأفتهم من عندها أكثر، يعني هذه الأسباب المكتوبة قدامي كلها مو منطقية، اللي جاي أشوفه غير واللي مكتوب غير. روح ابني الله وياك. بنتي أنت رافعة دعوة طلاق على زوجك، والأسباب أنه رائحته معفنة ويسبب لك حساسية. أنت شو رأيك بهذا الكلام؟ فعلا هذا الشيء صحيح؟ إي والله سيادة القاضي، محاسن الوسخ يجيني يوميا بالليل الساعة 7، واني كيست اتفرج على مسلسل 7 مساء وما احس الا غيمه سوداء اجتني من ريحه معطبه على دهن محترق على شويه ريحه غاز، يعني انا شو اسوي؟ مليت من عنده واني من اشم هاي الريحه مال غاز تصير عندي خنقه واختنق ويصير عندي شويه ما ادري قال الاستئناف نسيت، يصير عندي حساسيه، فاني مليت من عنده. يعني هذا الكلام صحيح اللي كاتبه المحامي ما تثبت دعوه، وفعلا انت معترضه على رائحته الكريهه. زين هو شو يشتغل بنتي؟ والله سياده القاضي محيسن الوسخ يشتغل فيتر وعندك الحساب، شو يجيني غير وصاخه والدهن والريحه تقتل. انت هاي اكثر من مره تذكرين زوجك بمحيسن ابو الوسخ، عيب هذا الكلام، انت جاي تحدثين عن زوجك هو ولي امرك ومالك نعمتك، وهو من يجيك بريحه دهن لان كان يشتغل على مودك حتى يوكلك، احكي بأدب من تذكرين عمل زوجك.
ما بيها شيء الفيتر، احسن ما يمد ايده. واذا كانت رايحته كريهه هاي واجباتك، انت ترتبينه وانت تعطرينه. عموما القضيه مرفوضه، وطلعي برا ورجعي لزوجك. فهمتي لا مو فهمتي؟ واذا ما ترجعين لزوجك انا اضطر اسوي عليك دعوه طاعه. عسى بحظك وبختك استئناف، رفضت القضيه ورزلنا القاضي من وراك. هي هاي قضيتك الفاشله، انت خوش محامي مالك لاوات. اختي انا قلت لك هذا السبب مو مقنع، صدقيني انا قلت لك وفهمتك بس انت ما ردت تتهميني. قلت لك لازم سبب مقنع حتى نقنع به المحكمه. يعني شو اسوي؟ ما عندي غير هاي السبب الوحيد اللي قدمتي لي اياه انه بريحه كريهه، كتبت بالقضيه ورفعتها. شو اسوي اني؟ وهم هم غضبوني. اليوم اللي فات من يمي ريحه العطر مالته تخبل. لو تكذبين علي لو هو رتب نفسه. محيس ريحته تخبل، ريحه المجالس تصير طيبه وريحه محيس ما تتعدل. بس انت فد واحد محامي فاشل كل خير ما بيك. رجع لي فلوسي لا افضحك فضيحه بالمحكمه هنا. اني فاشل؟ اشكرك. اني قضايا عملاقه رابحها، قضايا تاكسي الموبيل وقضايا شيل، كلها شركات نفط عالميه وتجاره كلها تجيني واربح قضاياها. مو قضيتش هاي التعبانه. بعدين يا فلوس انا صرفت بين بعد ما عندي ولا فلس. طافتهن اني علمك، اني هسه راح ارفع دعوه ثانيه بس هالمره مو على حيسين، هالمره عليك يا جوعان يا حافي. الله يساعدك يا محسن يا اخوي، الله يكون بعونك. كابوس، كل ما انام يجيني كابوس ولا ارتاح بنومتي هنا ابدا.